السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ سمسم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة قلب اللوز بالزبدة. كنت حطيت لكم مقبل قلب اللوز بالزيت، وهذا ان شاء الله راح نحضروه بالزبدة. بما انه اقترب شهر رمضان نبداو يعني كامل نحوسوا على وصفات نتاع قلب اللوز اللي تكون ناجحة، واهم شيء فيه لوغو تاع قلب اللوز. يعني كي تاكلي هذيك تحسي بالبنه صح راكي تاكلي في قلب اللوز. دي فوا كاين شي قلب اللوز يعني ما تستبنيش كامل لوغو نتاعك، شغل راكي تاكلي غير في السميد وصاي. اذا اليوم ان شاء الله راح نتشارك معكم هذه الوصفه، ان شاء الله بربي ناجحه 100%. كانت عطاتهاني اختي وحتى انا جربتها، كي عطاتني الوصفه حتى انا جربتها ونجحت معايا من اول تجربه. وايضا القلب اللوز نتاع نهار اليوم راح نحضروه بالسميد المتوسط. مرات ما نلقاوش السميد الخشن ولا تشيشه كما نسموها، ما تكونش متواجده، ما نلقاوهاش في المحلات، فنقدروا نوجدوه بالمتوسط عادي ويجي بزاف بنين. تبعوا معايا. شوفوا هي اختي كي مدت لي الغوسات مدتها لي بالسميد المتوسط، ولكن انا كي رحت نشري هذاك السميد اللي لقيته المتوسط جاني شغل رقيق، جاني هكذا تقريبا مايل للرطب، فما عجبنيش وما دخلتش في راسي انا نخدم قلب اللوز بهذا السميد. شريت نصف خاشين. اذا نروحوا نشوفوا المقادير مباشره بلا ما نطول عليكم بلا بلا بلا. دوك غير يسمعوني نهضر بزاف في بدايه الفيديو يخرجوا يهربوا. كاين اللي ما يحبوش الهضره بزاف، ولكن دي فوا هاد الهضره اللي نهضروها احنا غير باش نشرحوا ونفهموا لكم باش ما تغلطوش. ما نبغوكمش احنا الخساره، ما نبغوكمش يعني ديروا حاجه وتخسر لكم. بسم الله. نبداو بالشربات. هي الاولى باش نطفوا عليها ونخلوها تبرد. راح نحتاجوا فيها 250 غرام سكر عادي، نحتاجوا فيها نصف لتر من الماء، وراح نحتاجوا ايضا فنجان من ماء الزهر. من الأحسن استعملوا ماء زهر اللي تكون يعني ريحته قوية، ولا ضيفوا فيها قطرات من عطر الماء الزهر. بسم الله. راح نحطو هنا كلش في كسرونة من غير الماء الزهر. راح نضيف عليها عود قرفة. هاد الشربات انا حبيت نعطرها بالقرفة وتجي بزاف بنينة صراحة. اللي يحبوا القرفة راح تعجبهم. تقدروا تعوضوا عود القرفة، تعوضوه بالطخونش من الليمون، شريحة من الليمون، ولا تعوضوها بلافاني. اذا راح نحطها فوق الغاز على نار تكون متوسطه، غير نشوفوا بدا يغلي راح نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه ونزيد له فنجان ماء الزهر. نروحوا نشوفوا السميد اللي حكيت لكم عليه. قلت لكم باللي هي الوصفه بالسميد المتوسط، وانا رقيته يعني رقيق هكا، رقيق بزاف، ما شغل ما جانيش، ما دخلتش راسي ندير به. شريت هذا نصف خاشين، حليت العلبه ثم في المحل وهكا توشيته بيدي. حسيت يعني الوحده كي تكون تخدم يعني تعرف، حسيت باللي هذا الحبيبات تاعو خشان هكا، بين صباحتيه جاوني حبيبات خشان، هذا قلت يصلح لي به، فاذا استعملت نصف خاشين. ووريت لكم يعني الماركه اللي استعملتها، اللي تحب يعني تجرب وإلا لقات هذا الماركه تشريها. يعني مانيش ندير في الاشهار. فقط وريت لكم. اذا راح نحتاجوا نصف كاس من الزبده تكون ذايبه وبارده، ونصف كاس من ماء الزهر. هنا راح نحتاجوا 500 غرام من السميد، يعني ارطل سميد، نضيفوا عليه قرصه ملح ولا رشه ملح، وراح نضيفوا عليه ايضا ملعقه صغيره من لافاني، وراح نضيف عليهم 250 غرام من السكر. كاين اللي ما عندهمش الميزان في المنزل، راح نحط لكم المقادير بالكاس اللي يرفد 240 ان شاء الله، تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. اذا هنا الخطوه الاولى اللي نبداو بها دائما، راح نخلطوا السكر مع السميد حتى يولي حبه بحبه. تشوفوا هذاك السميد تاعكم هكا يلمع. بعدها راح نضيف عليهم هذا نصف كأس نتاع الزبدة، ونبدأ ندخل بأصابع اليد، ندخل في الزبدة في السميد.
من بعد ما ندخل كامل كمية الزبدة في السميد كما شفتوا بهذه الطريقة، راح نبدأ نضيف ماء الزهر أيضا بالتدريج، ونبدأ نخلط بهذه الطريقة لكم تشوفوا فيها، يعني ما نعجنوش، نخدموا غير هكا بهادو الصباحتين، ندخلوا كامل هذيك الكمية نتاع ماء الزهر حتى نشوفوه تعسل. كما قلت لكم راح تلاحظوه تعسل هكا ثقال وتلاحظوه تشمخ. اذا هنا صورت لكم الشاربات، من بعد ما مر عليها 10 دقائق طفيت وضفت ماء الزهر. بالنسبة للحشو استعملت كاس من المكسرات خليط بين الكاوكاو والبندق، وايضا هنايا راح نضيف القطايف. راح تقولوا لي منين خرجتها هذه تاع القطايف؟ اذا شافني اللي دار القلب اللوز اول مره كامل في التاريخ راح يتبرى منه، يتبرى كامل القلب اللوز يقول لك هذه منين جابتها تاع القطايف. ولكن كانت بقيت لي شويه نتاع قطايف كنت خدمت بها وبقات لي ديك شويه محمصه درتها، وعلاش لا، الانسان دائما يجرب. وقولوا لي تجربي فينا، انا راني غير نوري لكم، يعني نتشارك معكم الافكار، وعلاش انا درت هذه القناه باش كامل نستفادوا. انا راني غير نوري لكم اللي ما حبتش ديرها ما ديرهاش. شوفوا ضفت عليهم هنايا القرفه، حوالي نصف ملعقه صغيره من القرفه، ما راحش نزيد للحشوه السكر، ديجا رانا رايحين نشربوه، علاش نديرو في الحشوه السكر بزاف، الحسل في الحسل والحلو في الحلو، نخلوهم غير هكذاك. بعدها راح نجيبوا الصينيه. شوفوا انا استعملت هذه نتاع لي كيش. ما عنديش سنيوه مدوره ترفد لي هذا الكونتيتي نتاع السميد. كما تعرفوا القلب اللوز دائما نحكموا له حسابه، لازم السنيوه تكون مواتياته باش ما يجيكمش رقيق هكا ماصه وثاني ما يجيش خشين. فانا ما لقيتش عندي في الدار اللي ترفد لي هذه الكميه، جبت هذه السنيوه لكم تشوفوا فيها. راح نخدم بها، راح ندهنها هكذا بالزبده كما راكم تشوفوا، وبعدها راح نحشيه. انا شحال نبغي القلب اللوز محشي، نتوما معليش الا ما تحبوش محشي ولا ما كانوش متوفرين عندكم المكسرات ما عليه، ما كانش مشكل، تقدروا ديروه يعني هكذاك بلا حشوه. دروك هنا راح نفرش نص الكميه نتاع السميد هكا، نفرشها غير بالاصابع نمشوها غير هكا، وبعدها راح نزيد عليها الكوش ولا الطبقه نتاع المكسرات. انا درت طبقه مليحه، هذه الكميه راكم تشوفوا فيها كامله درتها. ومن بعد راح نجيب الكاكاو هكذا بالصفايه نفوت عليه كامل، ندير طبقه من الكاكاو، وبعدها راح نعاود نحط ثاني الطبقه نتاع السميد اللي بقات ثاني، ايضا راح تمشوها غير باصابع اليد. وبعدها راح نجيب ملعقه نقلبها يعني على ظهر الملعقه، راح كامل نفوت على سطح القلب اللوز نمسح. هنا شويه راح يعييكم، فجيبوا الماء حطوا بجنبكم الماء وحطوا غطسوا الملعقه في هذاك الماء، وتبداو هكا تساووا فيه حتى تتحصلوا على سطح املس من الفوق. ومن بعد نجيبوا السكين وراح هكا نقطع القلب اللوز، تحبوا تنوروه ولا تقطعوه كامل، شوفوا انتيا الحاجه اللي تساعدك، تحبي كامل تقطعيه ولا غير تنوريه من الفوق. وهنايا راح نحط حبه بندق. ومن بعد هنا ثاني اختياريه هذه الخطوه، جبت المارغرين ذايبه وبالبانسو هكذا راح نمسحها، نمسح الوجه. هذه الخطوه اختياريه تقدروا يعني تستغناو عليها. راح تسخنوا الفرن تاعكم مليح وتدخلوه يطيب. انا عندي الفرن تاع الغاز نشعلت له من الفوق ومن التحت، وشن هي دائما من الفوق نقص ما يكونش زايد كيما من التحت، دائما نقص هكا على الجوانب نتاع السنيوه. راح تلاحظوا انه السميد هنا تحمر، فراح تطفوا من التحت، طفيت عليه من التحت وخليته يزيد يتحمر من الفوق، لانه لازم القلب اللوز يتحمر حتى تحسبوه انتم نحرق، يديلكم هذاك اللون الغامق. بعدها خرجته راح يديكم الوقت 50 دقيقة ساعة يعني على حساب الفرن تاعك. بالنسبة اللي عندهم الفرن يشعل غير من التحت ايضا نفس الطريقة، كي تشوفيه تحمر لك على الجناب تشوفيه تحمر على الجناب طفي وشعلي من الفوق.
كي فاتت عليه ساعه وتحمر كيما راكم تشوفوا. انا نحب نحمر القلب اللوز مليح من الفوق، بيسك كامل نعرفوها باللي غير نطفوه بالشربات، يعني نفرغوا عليه الشربات، هذيك لا كولير تنقص تولي شويه كلير. فغير خرجته من الفرن كيما راكم تشوفوا. الشربات كانت بردت، راح نسقيه، راح نشربه ماشي نسقيه، راح نشربه. شوفوا كيفاش راه يشرب. وهنا كاينه ملاحظه مهمه ومهمه ومهمه. بما انه قلت لكم استعملت السميد نصف خاشين، هي اختي عطاتني الغوسات قلت لكم نتاع السميد متوسط، وانا كي درت الخاشين فالشربات ما كفاتنيش، يعني شربت ودرت له كاع هذيك الكونتيتي، ومن بعد شفتو باللي مازال ناقص. زدت عاودت طيبت كميه اخرى من الشربات وسقيته. هذيك الشربات خليتها دافيه، يعني ما خليتهاش حتى بردت، شويه دافيه وسقيته بها باش يشربها، باش يمتصها القلب اللوز. يعني هنا لو كان استعملت انا السميد المتوسط كيما في الوصفه، كون هذيك الكميه نتاع الشربات كفاتني. فهمتوني؟ دوك نوري لكم هنايا. هنا شوفوا كيما انا اختي عطاتني هذه الوصفه بالسميد المتوسط، وانا درتها بالنصف خاشي. دوك هنا حابه نفهمكم حاجه، باللي اي سميد تستعمليه يخصك القلب اللوز تعرفي له غير واحد الصوالح. اي وصفه راح تجربيها ان شاء الله راح ينجح لك. شوفي كيفاش تعرفي انت القلب اللوز تاعك، اذا هذا هو اذا تشرب مليح. كنت وريتها لكم في الفيديو السابق نتاع القلب اللوز اللي حطيته لكم بالزيت، وراح نعاودها لكم هنا. راح كي تشربيه، كي تشربي القلب اللوز نتاعك تحطي صبعك غير هكا، حطي صبعك وتضغطي. اذا شتي الشربات طلعت فوق صبعك، شفتيها هكا طلعت فوق صبعك وصبعك قاعد تشمخ، عرفي باللي راكي شربتيه مليح. اذا شفتي الشربات ما طلعتش فغير زيدي شربيه. نتوما خلوه يشرب. هذه لازم كامل تعرفوها باللي القلب اللوز لازم يبات ليله كامله. كل القلب اللوز كل ما يقعد كل ما يصبح يزيد يتشرب ويتعسل ويبنان اكثر واكثر. هذه هي وصفة قلب اللوز بالزبدة اللي شاركتها معكم لنهار اليوم. وصفة ناجحة 100% بإذن الله إن شاء الله بربي، ويجي بزاف بنين. شوفوا معايا كيفاش جا. دائما نقسم لكم، راكم تعودتوا عليا انا في لي غوسيت تاوعي اللي نقدمهم لكم نمدهم لكم، يعني ايطاب باغ ايطاب قاعد تشوفوهم معايا. كي ندخلهم للفرن، كي نخرجهم، كي نقسم لكم، يعني كل شيء بمصداقيه وشفافيه. يعني نقسم هنا السنيوه راهي قريب تكمل كليناها كامل، وجا بزاف بنين بشهاده ولادي يعجبهم بزاف، وحتى راجلي عجبو. وحتى الحشوه اللي ضفت فيها القطايف جا بزاف بنين، والله لا جات بزاف بنين الحشوه. وما راحش تحسوا بالبنه نتاع القطايف، بيسك طغى عليها لوغو نتاع البندق. كما شفتوا البندق عنده يعني هذاك المذاق القوي الفور، طغى عليها غير البندق. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. واللي جربته ما تنساش غير تكتب لي في الكومونتير تقول لي واش رايها في الوصفه، واذا نجح حالها واذا عجبها. دروك نقول لكم تبقوا على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. مع السلامه، في امان الله. السلام عليكم.